النهاردة يوم 17 يونيو 1998 رحل عن عالمنا إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي. الشيخ محمد متولي الشعراوي كان واحد من أهم الدعاة للإسلام في العصر اللي احنا عايشين فيه. كان عنده ملكة غير عادية خلته يطلع للجمهور ويكشف لهم أسرار جديدة عن القرآن. اتولد الشيخ الشعراوي يوم 15 إبريل سنة 1911 في قرية دقدوس التابعة لمحافظة الدقهلية. حفظ القرآن وهو عنده 10 سنين، ولما بقى عنده 15 سنة أتم تجويد القرآن. وبعدها كمل الشيخ الشعراوي دراسته الابتدائية والثانوية في المعاهد الأزهرية في محافظة الزقازيق، وتخرج من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 1941. من أهم المحطات في حياة الشيخ إنه لما كان طالب في معهد الزقازيق كان رئيس لاتحاد الطلبة، وكمان كان في مقدمة المتظاهرين في ثورة الأزهر عام 1934 للمطالبة بإعادة الشيخ المراغي إلى رئاسة الأزهر بعد عزله. ووقتها طلع وألقى خطبة فيها بعض أبيات الشعر اعتبروها ساعتها إن هي بتمس منصب الملكية، فاتقبض عليه واتحط في السجن. عام 1975 اتعين الشيخ مدير عام لمكتب وزير شؤون الأزهر. بعد كده تم تعيينه وكيلا لوزارة شؤون الأزهر للشؤون الثقافية، وبعد كده اتعين وزير للأوقاف وشؤون الأزهر في وزارة ممدوح سالم، وخرج من الوزارة عام 1978. اتشغل الشيخ الشعراوي في محاولة تفسير القرآن، وسخر حياته كلها لهذه المهمة. حصل الشيخ الشعراوي على أوسمة ودرجات علمية كتيرة، منهم جائزة الدولة التقديرية سنة 1988، وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة المنصورة سنة 1990، وحصل على جائزة إمارة دبي عام 1998، وده كان قبل وفاته بفترة صغيرة. وتوفى الشيخ يوم 17 يونيو عام 1998، ووفاته تركت أثر عميق في نفوس المسلمين في كل بلاد المسلمين. رحم الله الشيخ الجليل.